قدر الله ما شاء فعل. بس زي ما قال عبد واحد، يوم حزين علينا كلنا، على كل الزملكاويه. اكتر حاجه الواحد بيزعل عليها الحقيقه الجمهور جدا الحقيقه يعني. تخيل الجمهور ده كله مالي الاستاد، بقالنا فتره ما شفناش الجمهور ده. بتلعب وسط جماهيرك في ملعبك، ما شفناش. مش عايز اقول لك سيبك من الاداء، انت قلت الماتشات النهائيه تكسب ولا تلعب، لكن انت النهارده لا كسبت ولا لعبت ولا حسيت حتى ان في روح. وسيناريو المباراه كمان يا مهيب من احسن السيناريوهات، ان انت تجيب جون في اول 3 دقائق ضربه جزاء، مفيش حد كان يتوقع. كنت مستني احس ان في روح وفي دفعه، وشايفين ان في جمهور ورانا وبنلعب وسط ملعبنا، ان انا الاقي افضل من كده، لكن الحقيقه ما لقيتش. بس هرجع اقول لك تاني، ايه الجديد؟ الناس بتستغرب. انا قلت لك قبل كده ايه الجديد، لما قلت لي حتى وقف القيد قلت لك ده نادي الزمالك، ايه الجديد؟ ما شفناش اي حاجه يعني. بس انا برضو مش عايز اجي على الكابتن معتمد ولا اللعيبه الحقيقه، رغم ذلك يعني، ان خد بالك اللعيبه حاولت تلم نفسها، تمام، ما قدرتش توصل للنجاح. تعشمنا ان احنا نوصل لحاجه، لكن اول بطوله من اللي انت بتنافس فيها خرجت منها ما خدتش حاجه. عشان كده ما بحبش افرح كتير في البدايه، دايما بقول الفرحه بتاعتي في النهايه، واتكلم كلام واقعي والناس بتزعل من الكلام ده. اجتهدت، اجتهدت حقيقي يعني. طب هل في مشاكل اتحلت؟ لا، المشاكل موجوده وبتزيد. تحس ان الجمهور هو الوحيد الداعم للنادي الزمالك، مفيش حد تاني داعم، عشان بس نبقى متفقين، لنادي الزمالك. عشان كده الواحد صعبان عليه الجمهور ده. يعني انا ما كانش عندي ذره شك ان انا اخسر النهارده قبل المباراه الحقيقه. مش هقول لك ساعه المباراه، اول ما شفت اول 25 دقيقه لا انا قلقت. مش هقول لك اول 10 دقايق، لكن انت جبت الهدف اول 5 دقايق، الامور مش احسن حاجه، بس قلت ممكن الامور تتلم، ممكن يبقى عندك روح، ممكن يبقى عندك دفعه. ما لقيتش الحته دي خالص. فمش عارف هل الناس هتسيب نادي الزمالك؟ هل هنفضل كده يا جماعه في نفس الموال في نفس الموال في نفس الموال؟ هل مش هينفع نصارح نفسنا شويه؟ مش هنعرف نقول اخطائنا؟ مش هنعرف نواجه الحقيقه؟ هي دي مشكله نادي الزمالك، ان انت مش عارف تواجه الحقيقه. ان انت ممكن يصادف مره ان انت تاخد بطوله، على فكره وانا شغال قلت كده في النادي، صادف ان انت تاخد بطوله فتحس ان مفيش مشاكل، او تحس ان الامور هتمشي مع فرحه بسيطه في البدايه، وترجع نفس الموال. الكلام ده يعني بقوله كتير جدا، ولما دخلت النادي قلت لازم يبقى فيه شغل صح. لو انت خايف من حاجه ما تعملهاش. انت النهارده بتخاف الحاجه تطلع مشاكلك وقصتك وانت عملت ايه وما عملتش ايه وبعدين خايف بس من السوشيال ميديا. مشكلتك في النادي الزمالك هي المشكله الوحيده، انك خايف من السوشيال ميديا بس. ايوه. لا خايف على النادي، ولا خايف انت بتعمل ايه صح ولا غلط ولا اي حاجه. فكل ما انت تخاف من السوشيال ميديا اعرف ان النادي الزمالك راح في داهيه على طول. وانت تعمل غلط ليه؟ انا النهارده ما بعملش حاجه غلط، اللي يطلع يقول يقول، بس انت تشتغل لنادي الزمالك. انت متخيل ان الجمهور ده كله راح زعلان؟ يا نهار ابيض، ده اسوأ يعني نهائي زي ما قال عبد واحد في تاريخ الزمالك. انت تلعب على ملعبك، انا بتكلم على ماتش في ملعبك نهائي، حتى انت ممكن تخسر بس احس ان انت عملت حاجه، احس ان انت يعني عملت اللي عليك. انت ما عملتش اللي عليك. هتقول لي انت ما كنتش بتقول قبل كده؟ لا، ما انا قلت ايه، خد بالك، بعذر الكابتن معتمد جمال وبعذر اللعيبه، لان ما فيش جديد، هو ده الموجود يا جماعه. احنا بيحاولوا